النهارده هنجرب كوكي فور. يلا بينا. اول واحده كوكي تشانك، انا حطيناها في الميكرويف 13 ثانيه وده اللي مكتوب على البوكس. شوي كوكيز وفيها تشوكلت شيبس ميلك ودارك. ده انجليزي دي يا مرسي. انت هتاكلهم كلهم بجد؟ انت بادئ كده، بادئ بكله هتخلص. تاني واحده نوتيلا كوكيز. جوه نوتيلا بجد. كوكيز من بره حلوه قوي. Who took the cookie from the cookie jar؟ غالبا لو بتدور على حد في الاغنيه دي هيبقى انا. اللي جايه ايه؟ جس شوكليت من بره وفيها فيلينج ابيض من جوه. وايت شوكليت. نو وايت شوكليت، وايت شوكليت كيندر كوكيز. كندر لونها مش ابيض انتي. كيندر من جوه لونها ابيض. لا كندر لونها بيج. لا يا راجل لا يا راجل، هو اصلا الرجاله عندهم ابيض واسود، ان انت تقول بيج دي ما شاء الله ربنا فتح عليك في الالوان مره واحده. بس مش ابيض خالص كندر شيماء، لخبطتيني خلاص جدا. يعني ده انا بجيب لك كل الوان البينك بتقولي فوشيا في الاخر 14 درجه كلهم فوشيا. ايه بس دي مش درجه، ده لون مختلف. ده يعني ابيض لا كندر. بس يعني قريب. مش قريب. ماشي أنا ماشي يا كندر أنا يا آسف. بيج كندر. اه اوكي. تصدقي فعلا الكندر لونها يعني يعتبر ابيض. لا خلاص بقى، خلاص انت طلعت بتعرف في الالوان، ابقى اسالك على لون بعد كده ما تقولهوليش. الدو بتاعت الكوكيز بتاعتهم ولا غلطه، والفكره بقى ان هي مش مسكره، سكرها مظبوط قوي، تقدروا تاكلوا واحده كامله كده عادي مع ان شكلها كبير. شامم فيها ريحه جوز هند بس مش لاقي جوز هند نفسه. ممكن يكون فيها كوكونات ميلك مثلا. مش عارفه بس لا ما اعتقد، دي مش حاسه فيها جوز هند. شميها. ممكن من اللي جنبها. خلي هند تشوف جوزها فين. خطيره الكندر. اللي بعده. اللي جايه دي بوم فريرو كوكيز. شكلها خطير من جوه على فكره بقى. انت بتختار الجزء الاكبر وبتختار اللي فيها فيلينج ميل كده. مايل ازاي؟ مش فيلنج مايل اصلا. لا ما هي محطوطه كده، الفيلينج بينزل لتحت كده وانت سخنت البوكس فكل الفيلينج نزل لتحت، فانت بتختار الحته اللي من تحت. افتكر انا يعني بذلت مجهود ان انا افكر كل ده عشان اختار. ليه يعني بتعملي كده يعني؟ وداخله في فيزياء وقصه يعني. اللي عاجبني ان كل كوكيزايه مميزه وتقدر تفرقها. دي عامله زي النوتيلا بالظبط بس بندق بقى كتير قوي. وفيها تشانكس بتاعه فريرو، هي غالبا محطوط فيها واحده فريرو. دي احلى واحده لحد دلوقتي. اللي بعده اصلا في حاجه قمه في الاحترام. ايه هي؟ بص الباكج جايه في الكيس ده، فالاوردر اهو، الكتابه بتاعه الاوردر بنفس الراسته بتاعتهم في البوكس ده مجهود يحترم. ده احترام للعميل. وانا عمال اقول انت عماله تقولي اللي جايه. بس الفكره بقى ان اللي جايه انا عايزه اخليها في الاخر عشان دي اكتر واحده، انا اكتر فليفر خلاص تعالي بقى ناخد البوكس بالعكس. كوكونات كرانش. فيها توستد كوكونات. هي حلوه قوي بس انا ما بحبش الكوكونات قوي. انا دي مش ماي فيفورت بصراحه، بس اللي بيحب الكوكونات هي فول اوف فليفر بتاع الكوكونات. طيب دي بقى انا متحمسه لها جدا علشان دي تويست كده ما بين الكوكيز والبراونيز، اسمها بروكيز، من فوق براونيز ومن تحت كوكيز. اكسرها بقى. مش هقدر اعمل كده قدام الكاميرا عشان اي حاجه هتقع على الترابيزه هاكلها. اوه دي اسمة العدل، وحتى بص لفيت ايديك ازاي. هي التلت خاف ربنا. بس هي فيها يعني بوكيتس كده شوكولاته سايحه. تن 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 تارارارا. احنا بقالنا اصلا اسبوع تعبانين والكوكيز دي بقالها اسبوع في الثلاجه. دي ولا كلمه، دي متحمسه لها قوي، حاساها صيفي جدا. الليمون كوكيز. انا عايز بوكس فيه البروكيز دي بس اه. ما هو واجيبها جوه من المستشفى بعد كده. دي محشيه ليمون كيرد. الليمون كيرد ده بيبقى زي البودنج كده بس ليمون، بس هي ليمون لدرجه ان هي مرره. مش عارف ممكن تكون مررت من التسخين. حاسه ان التسخين سيح الليمون كيرد على العجينه بتاعه الكوكيز فبقت كيكي شويه. الليمون مش من الحاجات المفروض تحط في الميكرويف. هي دي اقل واحده، نشيل بقى دي ونرجع نقول لكم اكتر حاجه عجبتنا. طيب. انت اكتر واحده عجبتك باين مش إيه؟ محتاجه يعني إيه؟ بروكي. بروكي. اه. ايوه البروكي، وبعدها فريرو روشيه خطيره. كندر مش طبيعيه. الاوريجينال تشانك دي خطيره. بصوا هو كلهم حلوين. انا اقل واحده بس بالنسبه لي اللي هي الليمون دي. الكوكونات اللي بيحبوا الكوكونات هتبقى بالنسبه لهم يعني الفيفوريت. كده نكون جربنا كوكي فور. ونشوفكم الفيديو الجاي.